لو انتي محتارة تعملي غدا ايه، جبتلك وصفة سهلة جدا وسريعة. هنعمل احلى فطير شرقي النهاردة من غير لا عجن ولا توريق ولا اي حاجة ولا اي مجهود هيتعبنا، ولا نستنى العجينة ترتاح ولا اي حاجة. هنعمل فطير شرقي يا جماعة خطير. ولا هتقعدي تعجني ولا هتقعدي تعملي طبقة طبقة ولا تورقي ولا تعملي اي حاجة من الكلام الفاضي دوت. انتي هتعملي الفطير الشرقي بطريقة مش قادرة اقولك على بساطتها وجمالها وحلاوتها. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجة عندي جبت طبق، هتحطي فيه كوباية من اللبن، عليها علبة زبادي، بعدين عليها ربع معلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة بس. وبعد كده هبدأ اضيف عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهسيح معلقتين من السمنة، معلقتين كبار هسيحهم، وبعدين هنزل على الخليط دوت وهبدأ ادوبه مع بعضه. اول ما هدوبه مع بعضه هيبدأ يعمل معايا زي خليط سميك شوية كده، وهو ده اللي انا عايزاه. هتجيبي الصاج بتاعك او الصينية، دهنة زيت كده بسيطة، وبعد كده هنجيب بقى دلوقتي اول ورقة من الجلاش. الجلاش هو الكينج بتاعنا النهارده اللي هيعمل لنا احلى فطير. دلوقتي هتفردي اول ورقة وتدهني عليها المادة اللي احنا عملناها بتاعت التوريق، وبعد كده هتنزلي بورقة كمان من الجلاش وهتدهنيها برضو بالخلطة اللي احنا عملناها بتاعت التوريق. بعد كده هتجيبي الورقة التالتة تبدأي انك انتي تطبقيها زي ما انت شايفاها كده بالمنظر دوت، وتفرديها وتحطيها في نص الجلاش اللي احنا عملناه بالمادة بتاعة التوريق. انزلي بقى عليها بالحشوة بتاعتك، الحشوة اختيارية. كل الحشوات اللي عندك في التلاجة طلعيها. عندك جبنة رومي، عندك فلفل اخضر، فلفل الوان، عندك زيتون، عندك سوسيس، عندك فراخ، لحمة مفرومة، اللي موجود حطيه. انا هعملها النهاردة بالجبن بس، وهحط كمان جبنة موتزاريلا. وبعد كده خلصت الحشوة كده الجميلة دي، هبدأ دلوقتي اعمل ايه. هجيب الطرف دوت اتنيه على الحشوة اللي انا عملتها من الجنبين، وبعد كده هقفل من الجنبين التانيين زي الظرف كده بالظبط. اخر حاجة هجيب رابع ورقة وهفردها تحت، وبعد كده احط جواها الظرف اللي احنا عملناه واقفله عليها من فوق. هنديها كده دهنة بسيطة برضو. وبعد كده كده خلصنا اول فطيرة. ايه رأيكم؟ هنبدأ دلوقتي نركنها على جنب ونعمل واحدة كمان عشان تشوفي الطريقة. اول ورقة هنفردها وندهنها برضو بالمادة اللي احنا عملناها، الخليط اللي احنا عملناه بتاع التوريق. وبعد كده هتجيبي ورقة كمان عليه وبرضو هتدهنيها. كده دهنا ورقتين. هنجيب تالت ورقة نطبقها زي ما انتي بتشوفي كده، ونحطها في نص الورقة بتاعت الجلاش. هنحط الحشوة عليها اللي احنا عايزينها. اي حشوة انتي عندك عايزة تحشي بيها احشي بيها، نفس الطريقة بكل حاجة. احشي بالحشوة اللي تعجبك. هي كانت بالجبنة بصراحة خطيرة. عايزة بقى تحشي لحمة مفرومة براحتك، بتبقى حلوة برضو. خلصنا كده الحشوة، هبدأ اقفل جميع الجناب كده من على بعض كأني بقفل ظرف. وبعد كده هجيب رابع ورقة هفردها تحت زي ما انتي شايفاها كده بالظبط، وبعد كده هحط جواها الظرف اللي احنا عملناه واقفلها. انا حبيت اعمله بقى زي الفطير الشرقي، حبيت ان انا احط له شويه من الحشو كده على الوش بالطريقه اللي انت شايفاها دي. لو انت مش عايزه كده براحتك خالص، انت ممكن تدخليها الفرن وهي من غير اي حاجه على الوش، وهتطلعيها وتغطيها هتطرى معاكي وهتبقى جميله جدا ومحشيه من جوه بس. لكن انا هدخلها الفرن دلوقتي على رف اوسط، وهقيد عليها النار من تحت بس لحد ما الاقيها اتنفخت قدامي زي ما انت شايفاها كده بالظبط. ما تقيديش الشوايه نهائي لحد ما تحمر من تحت وتلاقيها اتنفخت زي ما انت شايفاها كده. اول ما الاقيها اتنفخت كده والحروف احمرت زي ما انت شايفه بالمنظر دوت، هبدا ان انا ايد عليها الشوايه وانا واقفه قدامها لحد ما تدينا اللون الخطير اللي قدامك دوت. بعمل ايه بعد ما طلعتها من الفرن؟ بغطيها بورق فويل او بفوطه نظيفه واغطيها شويه، بتطرى قوي وبتبقى زي الفطير. وبعد كده بطلعها واقدمها زي ما انت شايفاها بالمنظر الجميل دوت. بصي انا هفتحها قدامك دلوقتي وانتي هتشوفي الطراوه بتاعتها والجمال والقمر. ولا اقولك بقى على ريحتها؟ انتي مش هتصدقي، لازم تجربيها عشان تعرفي ريحتها كانت عامله ازاي. كانت قلبة الدنيا بجد، كانت خطيره. طريه طراوه يا جماعه مفيش بعد كده. مورقة، الجبنة مديها مطة حلوة وريحة حلوة خطيرة. اعمليها، عمرك ما هتعملي فطير تاني ولا تعجنيه ولا توجعي في ايدك ولا تعملي طبقة طبقة ولا رقات ولا الكلام الفاضي ده. اعمليها بالطريقة ديت.
ولو عجبك الفيديو دوسي لايك واعملي متابعة للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.